هذا هو الجنرال الجزار مولاهم حفيظ العلوي، واحد من ولاد الحرام اللي كانوا تيحاربوا مع الجيش الفرنسي ضد المغاربة أيام الاستعمار. تزاد في 1910 في المنطقة ديال الدويرات نواحي الرشيدية، وفي الثلاثينات مشى لمكناس دخل المدرسة العسكرية اللي كان دار الجنرال اليوطي، وفاش تخرج شارك في القمع ديال المقاومة في بزاف المناطق. وفي الأربعينات تعين خليفة للسلطان على كازا، ومن بعدها باشا على سطات فين كان هو العين الصايرة على المصالح د فرنسا، واعتقل وقتل وعذب كل مواطن شم فيه ريحة الوطنية. وفاش بغات فرنسا تنفي محمد الخامس، جمع الناس تسطات وعطاهم يوقعوا على عريضة يطالبوا فيها باش يتنفى محمد الخامس. من بعد الرجوع د محمد الخامس من المنفى، تعين الجنرال الجزار والي على مراكش، ومن بعد ما طلع الحسن الثاني للعرش عينوا وزير ديال التشريفات والأوسمة، وهو المنصب اللي بقى فيه حتى مات في 1989، ودار من خلاله كل أشكال الشطط والانتقام والتعذيب والرشاوي والسرقات